يا رب، يا مالك الأرض والسماء، يا من بيده مقاليد الأمور، مولاي إن كان رزقي في السماء فأنزله، أو بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره وكثره وبارك لي فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا. الصيف دايما بنحب نعمل أكلات سهلة وسريعة، ما تاخدش معانا وقت خالص ونقف في المطبخ كتير. هنعمل النهاردة مع بعض السوسيس، طعمه لذيذ لذاذة، سهل وبسيط وسريع التحضير، وحاجة كده نظيفة ومضمونة عاملينها في البيت. كمان ينفع ناخده سندوتشات بقى معانا للأولاد في النادي، من الحاجات اللي بيحبوها جدا ودايما بيبقوا عايزين يشتروها من بره. تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي، بس ما تنسيش تعملي اشتراك لو اول مره بتشوفي قناه مطبخ بيبو، وتعملي لايك، وكمان تعملي مشاركه لاصحابك بالوصفه القمر دي. ويلا نبدا ونقول بسم الله وندخل على المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه معايا باكت من السوسيس، ده سوسيس حلواني يعني انضف نوع موجود في السوق، انا بحب استخدمه. الباكت بيكون سعره من 45 ل 50 جنيه، طبعا هتلاقيه في السوبر ماركت، بيكون فيه 6 صوابع. كمان معايا بقى خضار زي ما انتي حابة. انا بحب جدا استخدم البصل والطماطم والفلفل الرومي البارد، وكمان لو عندك فلفل الوان يا سلام بقى حطي، بيديله طعم في منتهى الجمال. طبعا كمية الخضار زي ما تحبي، تكتري تقللي ده حاجة براحتك. السوسيس بتاعنا بقى مش هنستخدمه كده على طول، لازم ناخده غلوة على النار. هناخده غلوة في مية مغلية كده، هتنزليه ياخد غلوة وهتشيليه، ده يفضل جدا. يعني بنحاول كده نقتل اي بكتيريا فيه، بيكون افضل طبعا. وكمان بنديله كده ايه، نص تسوية، علشان خاطر ما ياخدش وقت مع الخضار. زي ما انتوا شايفين كده بقى بدأت اقطع السوسيس بتاعي. كل واحدة من السوسيس قسمتها نصين، وكل نص بقطعه شرايح بالطول. طبعا التقطيعة دي زي ما انت حابة، ممكن تقطعيه طرنشات هتبقى حلوة جدا، بس التقطيعة اللي هي بالطول دي بتدي شكل حلو جدا. كمان خصوصا بقى لو هنعمله سندوتشات كده بيكون افضل كتير، انا بفضلها، بيكون شكله لذيذ كده في السندوتشات احلى ما يتقطع حلقات. كمان الخضار هنقطعه بالطول، الطماطم والبصل والفلفل، كل حاجة هقطعها معايا طرنشات بالطول كده مش بالعرض. تمام. تعالي بقى واحنا بنعمل كده بنقطع السوسيس وبنقطع الخضار بتاعنا، اقولك على حاجة مهمة جدا. لو انت مخنوقة وعايزة تزودي دخلك الشهري، ونفسك كده ان ربنا يزود رزقك، ونفسك تجيبي حاجات كتيرة في البيت وحاجات ليكي وحاجات للولاد، تعالي بقى نشوف الحلول الربانية اللي ممكن تخلينا نزود رزقنا. تبقى حاجات بسيطة جدا وبإيدينا ان احنا نعملها، واحنا ما بنعملهاش، ملهيين طول الوقت في شغل البيت ومع الولاد، وحاجات ما بتاخدش معانا وقت خالص. يعني ممكن وانتي بتعملي شغل البيت هتقوليها وتعمليها، سبحان الله هتلاقي بركة في الرزق، وربنا هيرزقك باللي نفسك فيه، لان ربنا قادر على كل شيء وعنده خزائن السماوات والارض. فاحنا بس اللي بنبقى ملهيين، كل اللي بنقعد نقوله بنشتكي وعايزين عايزين. طب تعالي كده اقولك على شوية حلول سريعة كده، 20 سبب لزيادة الرزق، هقولك جزء منهم سريعا. طبعا انت مش هتقدري تاخديهم كلهم، واللي تقدري تاخديه منه خديه وامسكي فيه كده بايديكي يوميا، وخليه ورد ليكي علشان خاطر ربنا يكرمك ويرزقك. تعرفي ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو من اسباب ان ربنا يوسع رزقك؟ اه والله العظيم زي ما بقولك كده. فطول ما انتي قاعدة خلي ورد يومي ليكي في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني 10 مرات، 20 مرة، 50 مرة، المهم ان هو يبقى ورد ثابت يوميا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طول ما انت قاعدة كده وشغالة في البيت خلي لسانك دايما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بنية ان ربنا يكفيكي همك ويوسع رزقك، وان شاء الله بإذن الله يبقى الخير والبركة دايما في بيتك. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب زيادة الرزق، فخلي ورد ثابت يومي ليكي، سواء 10 20 30 50، المهم يبقى يوميا في ورد ثابت للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لخير الأعمال أدومها وإن قل. تاني حاجة من أسباب زيادة الرزق الاستغفار،
طول الوقت استغفري. يبقى تستغفري وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وانتي بتطبخي وانتي بتعملي شغل البيت. الاستغفار: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. تخيلي بقى ان انت ربنا يرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسبي باللي نفسك فيه وممكن اكتر. ربنا كريم جدا جدا، قادر يدهشك بجمال عطائه ويرزقك فوق ما تتمني. طيب اهو حلول بسيطة جدا ممكن نعملها واحنا شغالين في البيت. ان شاء الله لو داومنا عليها هتلاقي بقى تغيير سبحان الله وتوسيع في رزقك لا تتخيليه. يبقى احنا اتفقنا الاستغفار طول الوقت والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بذكر نفسي وبذكركم، وخليه بقى ورد ان شاء الله باذن الله يومي لينا، مش هنغفل عنه ابدا. لو حاسه بقى ان انتي بتنسي، اكتبي ورقه كده في كل حته في الشقه عينيكي بتروح عليها، اكتبي فيها لا تنسي الاستغفار والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. واكتبوا لي بقى في الكومنتات، تعالوا نشجع بعض كده، واكتبوا لي في الكومنتات النهارده صليتي على النبي عليه الصلاه والسلام كم مره واستغفرتي كم مره. وما تنسيش بقى في الكومنتات تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وتستغفري. ثالث حاجه سريعا كده هي قيام الليل. قيام الليل يا جماعه ركعتين صلاه قيام الليل والدعاء في الثلث الاخير من الليل اللي هي الساعه اللي قبل الفجر على طول. مش عايزه اقول لكم الدعاء في الوقت ده سحر قد ايه. ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل الى السماء الاولى عشان يشوف لو حد مننا محتاج حاجه، بيدعي بحاجه، عايز حاجه، سبحان الله يستجيب لي. سبحان الله. انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني انا بحس بطبطبه وحنيه رهيبه من ربنا ان هو يوميا بينزل لنا للسماء الاولى عشان يحسسنا قد ايه انا قريب منكم، انا مش بعيد، انا اهو لو عايزين حاجه ادعوني استجيب لكم. سبحان الله، ده كلام ربنا. واحنا بقى بنبقى قاعدين ملهيين قدام التلفزيون ولا معرفش في شغل البيت. وسبحان الله اغلب الستات مننا ما بيحللهاش عمايل شغل البيت الا في الوقت دوت. يعني ربنا يبقى سبحان الله في السماء الاولى واحنا عمالين شغالين في البيت. ما هو شغل البيت ما بيخلص. الوقت ده خليه وقت مقدس، صلي فيه ركعتين وتقعدي تدعي كده، تخشي الاوضه محدش يخش عليكي وتستشعري كده عظمه ربنا وتبقى عارفه انت عايزه تدعي بايه. سبحان الله، انت لو داومتي على ركعتين قيام الليل دول والله العظيم هتلاقي تغيير في حياتك 360 درجة. مش عايزة اقولك 1800 درجة. بس واظبي ركعتين يوميا لقيام الليل والدعاء في الوقت دوت قبل الفجر بساعة وتبقي ادعيلي. تعالوا نشوف بقى عملنا ايه في السوسيس القمر دوت. بعد ما قطعناه طرنشات كده رفيعة وكذلك قطعنا الخضار بتاعنا. معايا بقى طاسة كان فيها معلقة كبيرة من الزيت، ما تكتريش الزيت. سخنت كويس جدا، وبعد كده نزلت بالخضار اديته تشويحة بسيطة، وبعد كده نزلت بالسوسيس اديتهم تشويحتين كده. بعد كده نزلت بأربع فصوص من الثوم المفرومين ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم بتعزز الطعم واللون كمان. هبدأ بقى انزل معايا بالبهارات بتاعتي، معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من البابريكا. بس كده، مش هحط توابل اكتر من كده. السوسيس اللحمة بتاعته بتبقى متبلة ومش عايزين نضيع طعم الخضار والسوسيس بالتوابل الكتير اللي احنا هنحطها. هديها بقى تقليبتين كده، وزي ما انتوا شايفين الصلصة مدية لون حلو جدا. ودي طبعا اختياريه، لو حابه تحطي معلقه الصلصه ما تحطيش. وحطيت ربع كوبايه من الميه بس كده. هسيبهم بقى على النار كده لمده 10 دقايق يغلوا كده غلوتين مع بعض، والسوسيس ياخد ويدي مع الخضار. مش عايزه الخضار بتاعي برضو يتهري قوي، ومش هياخد وقت في التسويه خالص. ما تنسوش ان احنا مديين السوسيس بتاعنا غلوه، فده ساعد على تسريع عمليه التسويه. زي ما انتوا شايفين بقى الشكل كده يفتح النفس. خلاص انا كده هقفل النار. استوى وبقى زي الفل، ما خدش معانا وقت خالص، اكله سريعه ما خدتش معانا اي وقت، 10 دقايق بالظبط وكانت جاهزه. والولاد بيحبوها جدا جدا. بعد ما عملت بقى سندوتشات للولاد، انا بحبه يكون سبايسي شويه، فحطيت واحده من الفلفل الحار مقطعاها كده طرنشات على السوسيس. مش عايزه اقول لكم بقى لو بتحبي الحاجه سبايسي دي طعم للسوسيس في منتهى الجمال، بينقله في حته تانية خالص. ودي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم واحنا بنعمل
هنعملها كده سريعا. ذكرت نفسي وذكرتكم بإن شاء الله أسباب كده زيادة الرزق، ولو داومنا عليها ربنا إن شاء الله بإذن الله يفتح علينا فتح مبين بالرزق الواسع، ويحقق لكل حد فينا اللي نفسه فيه وبيتمناه. ما تنسيش بقى تحطي اللايك لو لسه ما عملتيش لايك، وتعملي اشتراك للقناة، وتعملي مشاركة للفيديو علشان خاطر إن شاء الله يبقى في ميزان حسناتك وفي ميزان حسناتي. الدل على الخير كفاعله. وما تنسوش بقى هيبقى ورد يومي بإذن الله الاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وركعتين قبل الفجر بساعة ندعي فيها بكل اللي نفسنا فيه. إن شاء الله في الوصفة الجاية هقول لكم برضو على حلول لزيادة الرزق، ربنا إن شاء الله يفتح علينا فتح مبين بالرزق الواسع. أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.